لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. عشرات المحبين يبعتوا يطلبوا مني نقول كلمة حول ما وقع في فرنسا، ولذلك الكلمة اللي نقدر نقولها في هذا الموضوع في هذا الميدان. أولا احنا لازم ناخذ العبرة من هذا الإنسان الغربي الأوروبي والجاهلية اللي هو عايش فيه جاهلية رغم التطور المادي. راحوا داروا مفهوم للحرية، داروا من عندهم مفهوم للحرية. أنا حر باش ندخل يدي في جيبك، أنا حر باش نسب لك مرتك، أنا حر باش نسب لك باباك ويمك، أنا حر باش نسب لك الراسة نتاعك، أنا حر باش نسب لك الرسول نتاعك، أنا حر باش نسب لك القرآن، أنا حر باش نسب جبريل، أنا حر باش نسب ربي. داروا مفهوم للحرية، ندخل يدي في جيبك وتغلق فمك وتسكت، ولو كان تقول لا لا صافي انت رجعي متخلف. فهمت؟ داروا معنى للحرية سخيف ما عندوش معنى. ولذلك خرج من أبنائهم من ينكر عليهم جاردة تصور سيدنا رسول الله تصوروا في أوضاع مخلة بالحياء مع عائشة، يعني حاجة ما يقبلوا أي إنسان. والله الذي لا إله إلا هو، وإن شاء الله ما يسمعوا فيا. أنا لو كان واحد يروح يصور ديغول، ياخذ ديغول مستعمر، لو كان يصوروا في وضعية مخلة بالحياة نجي ضده، لأن مشكلتي مع ديغول هي معركة حرب جاي يستعمروني نحاربوا. أما نروح نصوروا زعما في صور ما نقبلهاش. لو كان واحد يصور لينين، يا أخي لينين ملحد، لو كان مسلم يروح يصور عريان نقول له حرام عليك، هذا ملحد. بيننا وبينه المناظرة، بيننا وبينه النقاش، بيننا وبينه الحوار، هو الدليل والدليل والدليل والدليل، هذا هو. أما يروح رسام يرسموا في صورة مخلة بالحياة ولو ملحد ما نقبلوهاش، خاطر الإسلام يعلمك الرجولة. داروا سيدنا رسول الله في صورة لا تليق يعني بأي إنسان، لا يقبلها، فضلا عن رسول، فضلا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فخرج من أبنائهم من ينكر عليهم. زوج فرنسيين راحوا قتلوا 13 صحفي فرنسي، بيناتهم مشكلة علاه تدخل في الجزائريين وعلاه تدخل في الإسلام والمسلمين. انتم درتوا مفهوم الحرية، استفزيتوا شعبكم. هذو الفرنسيين هذو شعبكم. مشكلة بين الفرنسيين، راحوا صدموا على جريدة فرنسية. الآن قال لك لازم كاع العالم يوقف مع فرنسا مسكينة لأنها ضحية الإرهاب، والجزائر ما كانت ضحية إرهاب. 250 ألف قتيل، 250 ألف قتيل. صحفيين ذبحوا ذبح النعاج. قال لك كم قتلوا واحد شرطي فرنسي وشرطية فرنسية، على بالكم شحال قتل في الجزائر؟ 6000 شرطي، 6000 شرطي ذبحوا ذبح النعاج. 750 إمام ذبحوا ذبح النعاج. وكان وزير الشؤون الدينية الأسبق كان يقول لا كي يقول أنا 750 يقول لا كاين غير 99 قليل إمام ذبحوا ذبح النعاج. ولا واحد وقف معنا، ولا واحد جاي يدير معنا مسيرة. فرنسا كتنهما الشعب تاعهم الليكس. شحال؟ 50 رئيس دولة، 50 رئيس دولة جايين باش يخفوا فرنسا مع فرنسا زعما ضد الهجمة الإرهابية. وشكون منهم؟ عباس رئيس الدولة الفلسطينية. الصهاينة غير كما دمروا غزة عن بكرة أبيها وقتلوا 3000 أغلبهم من الأطفال، ودمروا المراكز الثقافية والمساجد والجسور والبيوت، وقتلوا المدنيين. ودارت غزة مسيرة ما شاركش فيها عباس،
ما راحش يشاركوا هما يدمروا له بلاده، راح يدير يده في يد نتنياهو، في يد الرئيس الصهيوني باش زعما ضد الارهاب. على بالكم واش راهم حابين يكون زوج انواع من الارهاب في العالم، ارهاب تاعهم مقبول وارهاب غيرهم ماشي مقبول. وهي الاسلام لا الاسلام ضد الارهاب مهما كان، من اي جهه كانت. هما لا 13 صحافي يتضامن معهم 50 رئيس دوله و250 ألف جزائري و18 صحفي في غزة و3000 يقتلون في غزة، لا يتضامن معهم أحد. قال لك نديروا لجنة تحقيق. أولا لازم نعرفوا باللي هاد الزوج فرنسيين الإخوة كواشي، فرنسا هي قالت لنا بلي هما اثنين، فرنسا هي قالت لنا بلي قتلوا 13، فرنسا هي قالت لنا بلي كالوبالي هذا ما عارف من جابوه، من خرجوه لنا، وين خدموه، واش من الشركه خدموه. كالوبالي والمغربيه هذه كاع هما قالوها لنا، ما شفنا ما رينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم هذه مشكله فرنسيه، علاه تجبدوا في الجزائر وفي الاسلام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. 250 ألف قتيل، ما جاء رئيس دولة يدير معنا مسيرة ولا يوقف معنا. الحمد لله بفضل الرجالة وبفضل النساء والأطفال والشيوخ والعجائز ودعاوي الخير. ما لو كان سننا هما كانوا يقولوا كيتي كي، حنا تندو كنقولوا في فرنسا كيتي كي. كملوها توما، درتوها تشربوا من الكاس اللي وزعتوها في العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل.